من بداية إبريل 2023 السودان دخل في صراع دموي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. الصراع ده مش مجرد قتال عادي، ده كارثة إنسانية كبيرة جدا. ناس بتجوع، أمراض منتشرة، ملايين نزحوا من بيوتهم. في الفيديو ده هنتكلم عن الأزمة بالتفصيل، أصلها، الأطراف المتصارعة، الأثر على المدنيين، المأساة اللي حصلت كلها، ودور المجتمع الدولي في محاولة التخفيف. تابعونا. الخلاف بين الجيش السوداني النظامي وقوات الدعم السريع، الصراع على السلطة والنفوذ بعد سنوات من الحكم العسكري المتقطع. في إبريل 2023 اندلعت الاشتباكات بشكل عنيف ما بينهم، خصوصا في الخرطوم والمدن الكبيرة. المشكلة مش بس عسكرية، ده كمان خلاف سياسي واقتصادي، لأن السودان بلد غني جدا بالموارد لكن البنية التحتية ضعيفة جدا. مين هم الأطراف المتصارعة؟ الجيش السوداني وهو الجيش النظامي في البلد بيحاول يحافظ على النظام والاستقرار، وقوات الدعم السريع الطرف الثاني ميليشيات قوية جدا عندها نفوذ كبيرة وبتقاتل عشان مصالحها ومناطق سيطرتها. الصراع مش بس عسكري، في عناصر قبلية وتحالفات محلية ونزاع على الموارد. في أزمة إنسانية كبيرة، الملايين محتاجين مساعدات إنسانية عاجلة، وانتشرت الأوبئة كتير جدا زي الكوليرا والجفاف وزيادة الأمراض المعدية بسبب انهيار الخدمات الأساسية. المستشفيات شبه منهارة، ونقص أدوية كبير جدا، ونقص عناية. ملايين نزحوا داخليا، والآلاف اضطروا يسيبوا السودان. الأطفال هم أكتر ناس متضررة، وده بيزيد حجم الكارثة الإنسانية. كل يوم مدنيين بيتعرضوا للقتل والقصف والجوع، والحياة بقت صعبة جدا. طب يا ترى ايه دور العالم والمنظمات الدولية؟ المنظمات الدولية ومنظمة عالمية زي منظمة اليونيسيف بتحاول توصل مساعدات عاجلة للناس، لكن الطريق صعب جدا بسبب القتال المستمر. في تحركات دولية للضغط على الأطراف عشان يوقفوا إطلاق النار، لكن لسه الحل السياسي بعيد. الدعم الخارجي بيجي متقطع بسبب الوصول للأماكن المتضررة. طب هل في أمل؟ المشكلة كبيرة لكن لسه في خطوط أمل. ممكن مفاوضات لوقف إطلاق النار، والمنظمات الإنسانية بتحاول توصل الغذاء وعلاج للنازحين. على المدى الطويل الحل السليم محتاج لتدخل سياسي واستقرار وبنية تحتية تتبني من جديد. السودان دلوقتي مش بس ساحة حرب، ده شعب بيعاني على كل المستويات، أكل، صحة، أمان، كل حاجة. ملايين فقدوا بيوتهم وأطفالهم وبيتعرضوا للأمراض. العالم لازم يتحرك، واللي بيتفرج على الفيديو يقدر يساعد بالمشاركة، بالدعم، بكل حاجة. السودان محتاج أمل وسلام وحياة تانية. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. ياريت تشرفني باشتراكك في القناة وتسيب كومنت بالصلاة على رسول الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.